الله سبحانه وتعالى خلق هذا النور قبل ان يخلق آدم، والحديث طويل. هو آدم سيد البشر. آدم عليه السلام اول من خلق الله من الطين. آدم في نظام الكون من البشر، فكيف فاطمة كانت قبل آدم؟ خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. أنا أيضا بالمناسبة أذكر رواية عن أحد أكبر علماء السنة في هذا المضمار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذاكر المصدر أيضا عندي في كتاب فرائد السمطين الجزء الأول صفحة 36 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله تعالى آدم أبو البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور 5 أشباح سجدا وركعا. قال آدم: يا رب، هل خلقت أحدا من طين قبلي؟ قال: لا يا آدم. قال: فمن هؤلاء 5 الأشباح الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ قال الله: هؤلاء 5 من ولدك، لولاهم لما خلقتك. هؤلاء 5 شققت لهم 5 أسماء من أسمائي، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. آليت بعزتي أنه لا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي. يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. فقال النبي: نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل